بيبدأ الانمي مع طفل صغير اسمه جابي، اهله كلهم اتقتلوا قدام عينه على ايد زعيم القرية، وبعد ما الزعيم عمل كده اخده ورباه وعلمه كل اساليب القتل وكمان جوزه بنته. وبعد ما كبر بدأ يقتل في كل الناس، وبسبب كل الجرائم اللي جابي عملها اتحكم عليه بالاعدام. ولما الساموراي بيجي ينفذ الحكم ويقطع رقبته بالسيف مش بيتأثر، وكمان الساموراي بيحاول اكتر من مرة لكن جابي بيقوي عضلات رقبته لحد ما السيف بيتكسر. وطبعا القاضي وكل اللي موجودين بيكونوا مصدومين من قوته. وبالليل بتيجي بنت اسمها سجري علشان تحقق معاه، ولما بيعرفها ان السيف اتكسر عليه لما حاولوا يعدموه ما بتتفاجئش، وده لانها عارفه ان هو اتدرب على ايد اقوى شينوبي في القريه. لكنها بتتصدم لما بتعرف ان هو بيقدر يستخدم النينجيتسو، ولما بتطلب منه يوريها اي حاجه بيرفض. وتاني يوم بيحاولوا يعدموه بطريقه تانية لكن المره دي بيولعوا فيه. والغريب ان جابي بيطلع من النار وما بيتاذاش ولا بيحصل له اي حاجه، وكل اللي موجودين بيتصدموا لان مفيش انسان عادي يقدر يستحمل النار دي. وبعدها البنت بتكمل معاه تحقيقات وبتساله ازاي قدروا يقبضوا عليه وهو قوي كده، فبيقول لها ان هو كان قرر يتوب وراح لزعيم القريه علشان ما يدلوش مهمات تاني. لكن زعيم القريه طلب منه مهمه اخيره، ولما راح علشان ينفذها عرف ان هو فخ من زعيم القريه وانه بلغ عليه وعلى كل الجرائم اللي هو عملها. ولما حاول يهرب ما قدرش يقتل كل اللي موجودين واتلموا عليه ومسكوه. وبيحكي لها عن مراته بنت زعيم القبيله اللي كانت بتتعامل معاه كويس رغم انه بيرجع لها كل يوم في ايده دم مكان الناس اللي بيقتلهم. وبنعرف اللي هي اللي اقنعته يروح لابوها ويطلب منه ما ينفذش مهمات تاني. وبالليل ساجري بتكون ماشيه مع واحد من الحراس وبيقول لها انها مش لازم تتورط مع جابي، وده لانه شخص ما عندهوش اي مشاعر وبيقتل كل اللي بيقابله، لدرجه ان الناس لقبوه بالاجوف لانه شخص ما عندهوش ذره رحمه. وبيعرفها كمان انه قبل ما يتقبض عليه قتل اكتر من 20 ساموراي. وبنروح لجابي اللي بيكون ماشي مع القاضي وبيساله هيتعدم ازاي المره دي، والغريب ان القاضي ما بيردش عليه وبيقول له استنى وانت هتعرف. وبعد شويه بيوصلوا الاوضه تحت الارض وهناك بيقابل ساجري، والقاضي بيعرفه انه ساجري دي مش مجرد بنت عاديه وانها واحده من اكبر قبيله ساموراي في القريه، وبيقول له ان هو عينها علشان تعدمه. ولاول مره جابي بيحس بالخوف وبيبدا يهرب من ساجي اللي بتكون سريعه جدا وبتهاجمه وبتقدر تعوره، وبتقول له طالما عايز تموت بتدافع عن نفسك ليه، وبتاكد له ان في سبب هو اللي مخليه يقاوم لحد دلوقتي. وبتكمل كلامها وبتقول له ان السبب ده هو مراته وانها فهمت ان هو بيحبها وعمل كل ده علشانها. فبيتعصب جابي وبياخد سيف من واحد من الحراس اللي واقفين وراه وبيهاجمها بسرعه، وبكده ساجي بتتاكد ان كلامها صح. فجابي بيتعصب اكتر وبيقول لها ان هو مش متمسك بالحياه وعايز يموت في اقرب وقت. وفجاه ساجي بتطلع ورقه من معاها وبتقول له ان دي شهاده عفو من الحاكم ذات نفسه، وان الشهاده دي كفيله تلغي كل الاحكام اللي عليه وكمان هتحميه من اي حد يقرب له، وبكده هيقدر يعيش الحياه اللي هو عايزها مع مراته. فجابي بيسالها هيعمل ايه علشان ياخد الشهاده دي، فساجي بتبدا تتكلم معاه وبتعرفه ان في جزيره سريه ورا المملكه موجود فيها اكسير الخلود، وطبعا الحاكم عايز الاكسير ده علشان يعيش فترات طويله. وبنعرف ان الحاكم بعت حملات كتير لهناك لكن كلها فشلت وكل اللي راحوا هناك اختفوا. ساعتها الحاكم قرر يبعت المجرمين اللي محكوم عليهم بالاعدام، واللي هيرجع بالاكسير هياخد شهاده العفو. وعلشان تقنعه اكتر بتقول له ان مراته لسه عايشه ومستنيه يرجع حتى لو بعد 10 سنين. ولما القاضي بيعرف ان هو ممكن ما يتحكمش عليه بالاعدام بيقرر يقتل الاثنين. فجابي بيبدا يستخدم النينجيتسو بتاعه وبيقتل كل اللي موجودين وبيوافق يروح مع ساجي الجزيره اللي اتكلمت عنها. وتاني يوم كل المجرمين بيتجمعوا وعينهم بتكون متغطيه وبيكونوا متعصبين جدا الا جابي اللي بيكون قاعد هادي. وبيتكلم واحد من حراس الحاكم معاهم وبيطلب منهم يشيلوا اللي على عينيهم، وبيوريهم شخص رجع من الجزيره وهو طالع في جسمه ورد وشكله غريب جدا، وبيقول لهم ان ده الشخص الوحيد اللي رجع من الجزيره لكنه اتجنن. وطبعا كلهم بيخافوا من المنظر اللي قدامهم، لكن واحد من الحراس بيقول لهم اللي مش عايز يروح ما يروحش. وفعلا واحد من المجرمين بيقوم علشان يمشي لكنهم بيقطعوا راسه. ويكمل الحارس كلامه وبيقول لهم ان كل مجرم هيكون معاه واحد من الساموراي علشان لو حاول يهرب يقتله، وبما ان عدد الساموراي قليل ومش قدهم بيطلب منهم يقللوا العدد بتاعهم، لكنهم بيكونوا مستغربين ومش فاهمين حاجه. فواحد منهم اسمه هذا بيبدا يقتل التاني وبيقول لهم ان دي معركه استنزاف واللي هيخرج منهم عايش هو اللي هيروح. والحارس بياكد لهم كلامه وبيطلب منهم ما يفكوش ايدهم. فبيبدا كل اللي موجودين يقتلوا بعض بكل غل وبيتصفوا واحد ورا التاني الا جاب اللي بيفضل قاعد مكانه ومش بيتحرك. وبنروح للحاكم اللي بيطلب من حارس يعرفوا مين هم اللي عندهم قوه كبيره. فالحارس بيتكلم معاه وبيبدا يعرفوا عليهم واحد ورا التاني، وبيقول له ان هذا كان اصغر زعيم عصابه في القريه، وكمان بيعرفوا على واحد من اقوى سيافين العالم اسمه تاميا ومن قوته لقبوه بسيف التنين. وبيشاور على جابي وبيعرفوا ان هو اقوى واحد في الموجودين. وبنشوف ساجي وهي متوتره من المنظر اللي قدامها، فبيقرب منها ساموراي من اعلى رتبه اسمه ايزن، وبيجي ايزن يتكلم معاها وبيقول لها ان اللي هيحصل في الجزيره هيكون العب من كده بمراحل، وبيطلب منها تنسحب. لكن ساجي مش بيعجبها كلامه وبترفض. وهم بيتكلموا اتنين من المجرمين بيستغلوا انشغالهم وبيهجموا عليهم علشان يهربوا، وقبل ما ايزن يتدخل ساجي بتمنعه وبتستخدم سيفها وبتقتلهم هم الثلاثه في ثواني، وده طبعا علشان تثبت قوتها قدامه. وبنروح لجابي اللي بيتكلم مع الحاكم وبيقول له مفيش طريقه غير القتل علشان يقللوا العدد، وبيكمل كلامه وبيعرفوا انهم مش عشان مجرمين القتل عندهم سهل وما بيحسوش بالندم. فواحد من الحراس بيتعصب من كلامه وبيقول لمجرم تاني لو قتلت جابي هتكون من اول الناس اللي هتروح للجزيره. وطبعا المجرم ما بيصدق
كده وبيحدفوا بالطوبه. فجابي بيتعصب جدا وبيبدا يقتل في كل اللي موجودين وبيصفيهم واحد ورا التاني، وكل ده وهو ايده مربوطه. وبنشوف ان مفيش حد قدر يقرب من جابي وطلع عايش، وطبعا كل اللي موجودين بيتصدموا من قوته، وكمان حراس الملك بيقولوا ان هو اجوف وما عندهوش قلب. وبعد ما جابي قتل اكتر من نص المجرمين لوحده، الحارس بيوقفه وبيقول ان هو ده العدد المطلوب. وبنشوف اللي قدروا يعيشوا وبيكون منهم تنين السيف تامية وزعيم العصابات آزا وغيرهم كتير، ومنهم بنت صغيره اسمها نوري محدش يعرف عن قوتها حاجه. وبنشوف مجموعه الساموراي اللي هيكونوا معاهم على الجزيره، وفعلا كلهم بيركبوا السفينه. ولما بيوصلوا جابي بيتكلم مع ساجي وبياكد لها ان اكسير الخلود موجود، وده لانه لما كان صغير شاف الزعيم بيتضرب بكل الاسلحه وكمان السيف بيتغذى في دماغه، لكن كل ده ما بيأثرش فيه وما بيموتش. وبيقول لها ان ده دليل على ان اكسير الخلود موجود، لكنه بيكون شاكك ان هو موجود في الجزيره دي من الاساس. وبيكملوا طريقهم في الجزيره اللي بتكون مليانه ورود واشجار وشكلها حلو جدا. ولما ساجي بتشوف كل ده بتقول له ان الاكسير اكيد موجود هنا، بس جابي عنده راي تاني وبيقول لها الجزيره دي هي نفسها اللي رجع منها شخص مجنون. ولما بيجي يفك ايده ساجي بتعترض لان ده ممنوع، وطبعا جابي بيستغرب منها لانهم المفروض يساعدوا بعض علشان يلاقوا الاكسير في اسرع وقت، لان الاكل اللي معاهم ما يكفيش 3 ايام. لكنها مش بتهتم بكلامه وبتأمره يربط ايده تاني، ولما بيرفض بتهدده بالسيف بتاعها وبتعرفه ان هي مش جايه هنا علشان تساعد مجرم، وبتقول له ان هو لو ما ربطش ايده هتقتله. وفعلا جابي بيوافق، وقبل ما يربط ايده في شخص تاني بيهاجمه وبيطيره بعيد، وبنعرف ان الشخص اللي هاجمه ده اسمه كوين، واحد من اخطر سفاحين القريه. وفجاه جابي بيقوم ولكن حاجه حصلت وبيقول لي ساجي بص ايده مفكوكه اهي. فبتستغرب ساجي وبتسال كيشو الساموراي اللي معاه هو فاكك ايده ليه. فكيشو بيعرفها انها بتطبق القوانين زياده عن اللازم، وعلشان كده هي اقل رتبه في القبيله بتاعتهم لحد دلوقتي. فكوين بيقاطعهم وبيعرف جابي ان هو هيقتل كل المجرمين علشان يدور على الاكسير براحته. ولما جابي بيسالهم هو ده قانوني ولا لا، كيشو بيرد عليه وبيقول له بما ان هدفه ان هو يجيب اكسير الخلود ممكن يقتل اي حد قدامه. وفجاه كوين بيطلع صندوق خشبي مليان اسلحه وبيقول لجابي بما انك الاقوى هجرب عليك كل الاسلحه دي وبعدها اقتلك. فجابي بيستعد له، لكن ساجي بتقاطعه وبتطلب منه يربط ايده، وفعلا جابي بيبدا يربط ايده. فكوين بيستغل الفرصه وبيهاجمه بكل الاسلحه اللي معاه وبيكسرهم عليه. وفجاه جابي بيستخدم عصايه وبيقدر يرميه بعيد. والغريب ان كوين بيتحمس زياده لانه اخيرا لقى منافس ليه، لكن فرحته مش بتكمل لان جابي اتعصب جدا واستخدم كل السيوف اللي كانت في الصندوق بتاعه وغزاها فيه. وبنشوف ان جابي عمل كل ده وايده مربوطه برضه. فكيشو بيستخدم السيف بتاعه وبيقطع راس كوين وبياخدها معاه وبيقرر يرجع للقريه. ولما جابي بيساله هو عمل كده ليه، بيعرفوا انهم لازم ياخدوا اي حاجه تدل ان المجرم بتاعهم مات. وقبل ما يمشي ساجي بتوقفه وبتطلب منه ياخد باله من نفسه، لكن كيشو بيقول لها ان هو هيكون بامان لانه خارج من الجزيره الملعونه دي، وكمان كوين مات عكسها هي لانها لسه موجوده في الجزيره، وكمان جابي لسه عايش. وبيقول لها انه مش عشان ايده مربوطه ممكن ما يعملش فيها حاجه، وبيعرفها ان هو قتل كوين وايده مربوطه برضه. وطبعا ساجي بتتوتر، فكيشو بيقول لها ان هو ممكن يقتل جابي لو هي عايزه. وقبل ما يكمل كلامه جابي بيقرب منه وبيعرفه ان هو لو حاول يعمل كده هيقتله هو وساجي، ومش هيقف لحد هنا وهيقتل القبيله بتاعتهم كلها. لكن كيشو مش بيهتم وبيعرفه ان الحاكم هيبعت مجموعه تانية من الشينوبي علشان يدوروا على الاكسير. وبنعرف ان مجموعه الشينوبي دول متدربين زي ما جابي متدرب بالظبط. وجابي لما بيسمع الكلام ده بيحس بالرعب، واول ما كيشو بيمشي من المكان بيهجم ساجي اللي بتكون مستغربه من تصرفاته لانه كان هادي دلوقتي. فبيقول لها لو الشينوبي وصلوا للجزيره هيقتلوا كل اللي موجودين، وبيعرفها ان هو لازم يلاقي الاكسير قبل ما يوصلوا، وانه هيقتلها لانها مجرد عائق بالنسبه له. وبيكمل هجومه لكن ساجي بتقدر تصد ضرباته بالعافيه. وجابي بيكون مستغرب لانه جات له كذا فرصه ان هو يقتلها لكنه متردد، وبيقدر يكسر سيفها وبيوقعها على الارض، ومشاعر الغل بتتحكم فيه. وكان خلاص هيقتلها بس بيفتكر مراته اللي كانت دايما بتطلب منه ما يقتلش حد بريء. وفجاه بيعيط وبيقول لنفسه ان هو ضعيف لان المشاعر بتاعته اتحكمت فيه. فساجي بتتكلم معاه وبتقول له ان هو طالما لسه بيفكر في مراته يبقى المشاعر بتاعته نقيه، وانه مش انسان ضعيف علشان يعمل كل ده لانه بيحب مراته. فجابي بيهدى وبيشكرها. فساجي بتقول له انها تعتبر كل اللي حصل دلوقتي ما حصلش وهتنسى ان هو كان بيحاول يقتلها. وبنروح لايزن والعملاق اللي معاه اللي بيوصلوا لمكان تاني في الجزيره. ولما العملاق بيقرب منه بيحس بالخطر وبيستخدم السيف بتاعه. لما بيهدده بالسيف العملاق بيقتله وبياكله. وفي مكان تاني بنشوف تاميا والساموراي اللي معاه اللي بيساله هو اتحكم عليه بالاعدام ليه. فبيعرفوا انه في يوم من الايام كان بيزور واحد من الحكام الاقطاعيين، والحاكم كان سكران وفضل يتريق على اسم سيف التنين. فتاميا اتعصب وقام قتله، وبيقول لفوتش ان هو عايز يلاقي الاكسير علشان الجرائم اللي عليه تتشال ويروح يقتل باقي عائله الحاكم. فبيتعصب فوتش وبيقول له ان هو لو حاول يعمل كده هيقتله وبيهدده بالسيف بتاعه. لكن تاميا ما بيتاثرش وبيستخدم السيف وبيفك ايده. وبيبداوا يتمشوا في الجزيره، وفجاه فراشه بتقف على ايد تاميا وبتطير. ولما تاميا بيشوف شكلها بيتصدم لان شكلها مرعب جدا. ساعتها بيبص على ايده وبيلاحظ ان هو اتقرص، فبيستخدم السيف وبيقوم قاطعها. وطبعا فوتش بيكون متفاجئ من اللي هو عمله. فتاميا بيقول له ان الفراشه دي سامه وشكلها مرعب. وفعلا لما بيبصوا على ايده بيلاقوها اتحولت وطلع فيها ورد. وبيتصدموا لما بيلاقوا كميات كبيره من الفراشات بتنتشر في الجزيره، وكمان الحشرات بتقرب منهم. وبيحسوا بحاجه كبيره بتقرب منهم، وفعلا
وفعلا بيشوفوا عملاق شكله غريب جدا. وبنرجع لجابي وساجر وهم متحصرين هم كمان من الحشرات، وكمان قدامهم وحش على شكل سمكه، والوحش ده بيهاجم جابي وبيقدر يوقعه على الارض. ساعتها بيفتكر كلام الزعيم لما قال له ان هو لما يكونش عارف قوه الخصم بتاعه يهرب، وفعلا جابي بيقرر يهرب بس بيبقى متردد ياخد ساجي معاه ولا لا، وهو مشغول الوحش بيهاجمه وبيكسر بيه الشجر اللي موجود في المنطقه كلها. فبيروح عند ساجي وبيقول لها انهم هيهربوا من المكان، وفجاه بيلاقوا ان الوحوش حصرتهم من كل مكان. ساعتها جابي بيستخدم نينجيتسو اللهب وبيهجم على الاول وبيحرقه، وكمان بيسخن دماغ التاني لدرجه انه بيقتل نفسه، وبيكمل قتل فيهم واحد ورا التاني. وكل ده وساجي مصدومه لانه قادر يستخدم الطاقه دي كلها، ولانها مش بتكون مركزه الحشرات بتتجمع حواليها، وكمان وحش بيقرب منها. ولما جابي بيشوفها بيروح علشان ينقذها، لكن بيبقى في وحش تاني مستنيهم وبيبدا يهاجمهم، فبيتدخل واحد تاني من الساموراي وبيقتله. فجابي بيفتكر كلام مراته اللي قالته له قبل كده، وان لو حد ساعده يشكره، وفعلا جابي بيشكر الساموراي اللي ساعده. وبتيجي بنت ومعاها ساموراي كمان، وبتعرف جابي ان اسمها يوزي، وكمان بتقول له انها من النينجا زيه. وبنعرف ان الساموراي اللي معاها واحد اسمه جينجي من الرتبه السادسه، والتاني اسمه سنتا من الرتبه الخامسه. وبنشوف ساجي وهي مستغربه لان في اتنين من الساموراي بيحرسوا يوزي، ولما جابي بيسال يوزي هي عايزه ايه منهم بتطلب منه يتحدوا مع بعض علشان يلاقوا الاكسير اسرع. فجابي بيرفض وبيقول لها ان شهاده العفو هتكون لواحد بس. فيوزي بتقول له انهم يتحدوا مع بعض لحد ما يلاقوا الاكسير، وبعد ما يلاقوا الاكسير ممكن يقتلوا بعض عادي. هو جابي ما بيقتنعش طبعا، فبتحاول تغريه لكنه بيضربها وبيوقعها على الارض وبيقول لها ان هو متجوز. ساعتها بتقول له ان هو مجرد ما يوافق هتوفر له كل المعلومات عن الكائنات اللي موجوده في الجزيره، وعلشان تقنعه بكلامها بتقول له ان الحشرات هنا اخطر من الوحوش، وده لانها سامه. وطبعا جابي بيكون مستغرب هي عرفت المعلومات دي منين. فبتقول له انها اتحدت مع واحد من المجرمين وربطته في الشجره وجربت عليه كل الحاجات دي، وبعد ما جربت كل حاجه عليه قتلته. وهنا ساجي بتفهم ان جينجي انضم لها بعد ما قتلت المجرم بتاعه، وبيبدا سنتا يتكلم معاهم وبيقول لهم ان الوحوش دي ما عندهاش عقل ولا اي اعضاء ومتكونه من عضلات بس. فيوزي بتوقفه وبتقول لجابي ان هو لو عاوز يعرف باقي المعلومات ينضم للفريق بتاعها. وفعلا جابي بيوافق، ولما سنتا بيجي يقول له معلومات زياده يوزي بتمنعه لانهم هيكونوا فريق واحد وهيعرفوهم كل حاجه بعدين. وبنشوف ساجي وهي ندمانه لانها جت الجزيره وما سمعتش كلام ايزن، وكمان بتحس انها تعبانه ومش شايفه قدامها، وفجاه بيغمى عليها. فجينجي بيشيلها وبيتحركوا من المكان. وفي مكان تاني بنشوف ازا وهو بيقتل كل الوحوش الموجوده، والغريب ان هو بيكون مستمتع وبيكمل طريقه هو والساموراي اللي معاه اللي بنعرف ان هو اخوه اسمه توما. وعشان نعرف ايه هي حكايتهم هنرجع بالاحداث للي حصل من 15 سنه لما ابوهم اتحكم عليه بالاعدام وامهم ماتت من الزعل عليه، ولان مفيش حد يربيهم الولدين اتربوا في الشارع وكانوا مشردين، وكمان في عصابه خطفتهم، لكن ازا من ذكائه قدر يتحكم في العصابه دي وبقى الزعيم بتاعهم. لكن توما بيكون حزين على اللي حصل لهم لانهم بعد ما كانوا عايشين في قصر بقوا عايشين مع عصابه، وبسبب الجرائم اللي هم عملوها الحراس بيحاصروا البيت اللي كانوا قاعدين فيه. ساعتها ازا بيساعد اخوه يهرب وبيطلب منه يجي يهربه بعدين. وفعلا بعد اقل من شهر توما قدر يثبت مهاراته قدام قبيله الساموراي وينضم ليهم، وبعدها بيروح لازا اللي بيكون مبسوط منه لانه قدر يعمل كل ده في اقل من شهر. وتوما وراله شهاده العفو، وبكده اتجمعوا مع بعض تاني. وبنرجع للجزيره والوحوش محاصراهم من كل حته، وفجاه الوحوش دي بتبدا تتكلم معاهم. والغريب ان ازا ما بيخافش وبيتحمس اكتر وبيقتلهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلصهم، وبيعرف توما انهم اول ما يلاقوا اكسير الخلود هياخدوه ويهربوا. وبنرجع لساجي بعد ما فاقت وما كانتش عارفه ايه اللي حصل لها، فجينجي بيعرفها ان في حشره قرصتها وبسبب السم مغمى عليها، وبتطلع علشان تتاكد ان جابي ما هربش من المكان، لكنها بتتفاجئ ان هو قاعد بيعمل اكل. وبيقول لهم ان هو لما كان بيدور على اكل هو وجينجي لقى جثث كتير موجوده في المكان، وبيعرفهم ان هو دور على الفاكهه اللي المفروض اكسير الخلود جنبها لكنه ما لقاهاش. ولما يوزي بتساله عن اكسير الخلود واذا كان يعرف عنه اي معلومه بيقول لها ان هو ما يعرفش اي حاجه، بس انت بيقاطعهم وبيقول لهم ان اكيد في حد عايش في الجزيره لانهم قابلوا تماثيل كتير واكيد في حد هو اللي صانعها. لكن ساجي بتكون شايفه ان مستحيل حد يقدر يعيش في الجزيره الملعونه دي. وبعد شويه جينجي بيروح لساجي وبيتكلم معاها وبيطلب منها تاخد مركب وترجع للقريه تاني لانها احتمال كبير تموت في الجزيره، وعلشان هي بنت المفروض تحافظ على حياتها لانها المفروض هتتجوز زعيم قبيله الساموراي الجديد. وبيعرفها انه هياخد مكانها ويكون المسؤول عن جابي لانها ضعيفه ولو جابي حاول يهرب مش هتعرف تمنعه. وبيجي سنتا هو كمان وبيطلب منها تسمع كلام جينجي لانه خايف عليها، بس في نفس الوقت بيكون قلقان عليها لان مفيش حد وصل للجزيره دي وعرف يرجع للقريه تاني. فساجي بتقتنع بكلامهم وبتقرر ترجع للقريه بكره. وفي مكان تاني بنشوف واحد من الساموراي اسمه تنزا بيحاول يهرب هو والمجرم اللي معاه من الجزيره، وبنعرف ان المجرم اللي معاه هي نور اللي محدش يعرف عن قوتها حاجه. وتنزا بيكون مستغرب ازاي يقبضوا على طفله زي دي ويحكموا عليها بالاعدام، فبتعرفوا ان اغلب القبيله بتاعتها اتقتلوا، وكل ده لانهم مش بينفذوا كلام الحاكم. وكمان جنود الحاكم خطفوها علشان يعرفوا منها اماكن باقي افراد القبيله، وبعد ما بيقتلوهم بيحكموا عليها بالاعدام. وهي بتتكلم تنزا بيلاحظ سفينه قريبه منهم، ولما بيوصلوا للسفينه دي بيلاقوها متدمره ومليانه وحوش، وفجاه واحد من الوحوش دي بيهجم عليهم وبيكسر المركب بتاعهم، فبيفضلوا يهربوا من الوحوش اللي بتهاجمهم لحد ما فجاه بيشوفوا كيشو وهو مرمي على الارض قدامهم ومتجنن. وبعد ما تنزا بيقرب
بيقرب منه الوحش بيهاجمه وبيقسمه نصين. ولما نوري بتشوفه قدامها بتفتكر شكل جدها وهو بيموت وبتفقد الامل في الهروب وبتقول لتنزا يهرب لوحده، لكن تنزا مش بيبقى عايز يسيبها وكمان بيدافع عنها بكل قوته. لما بتشوفه قاعد بيعمل كل ده علشانها بتقرر تهرب معاه، وبيشوفوا مركب صغير قدامهم وبيركبوه وبيروحوا لجزيره تانية ما فيهاش وحوش، وبنعرف ان الوحوش مستنينهم في المايه اللي حوالين الجزيره. وبالليل بنشوف ساجي وهي بتقرب من جابر اللي بيقول لها انهم مش لازم يراقبوه علشان لو هو عايز يهرب هيهرب، وبيبدا يتاسف لها عن اللي عمله معاها النهارده وكمان بيشكرها لانها عرفت تهديه. ساعتها ساجي بتسامحه وبتساله هو ناوي يعمل ايه لو في شينوبي وصلوا للجزيره، فجابي بيقول لها ان هو مش هيسمح لاي حد يقف في طريقه وبيطلب منها المساعده لانها قويه. وطبعا ساجي بتكون مستغربه طريقته اللي اتغيرت عن اول مره قابلته فيها. وتاني يوم جنجي بيروح لها وبيعرفها ان هو جهز مركب علشان ترجع للقريه، لكن ساجي بترفض وبتقول له انها رجعت في قرارها ومش ناويه ترجع. وطبعا جنجي مش بيوافق علشان خايف عليها. ساعتها ساجي بتترجى انها تفضل في الجزيره وهتحافظ على حياتها. وفجاه وهما بيتكلموا العملاق بيهجم على جنجي وبيرميه بعيد، ومن قوه الضربه جنجي ما بيقدرش يتحرك من مكانه تاني. فجابي بيتدخل وبيضربه بالرجل، ومن قوه الضربه بيكسر كل الاشجار اللي حواليهم. والغريب ان كل ده ما بيأثرش فيه. ولما جابي بيسأل ساجي على العملاق ده بتعرفه انه اسمه روكي، وان الساموراي اللي كان مسؤول عنه هو ايزن. وهنا ساجي بتفهم ان هو قتله، وبيرجع روكي يهاجمهم تاني. ساعتها جابي بيعرف ان روكي اقوى منه وبيطلب من يوزي المساعده، لكنها بترفض وبتقول له ان الاتفاق اللي بينهم كان بيقول ان هو اللي مسؤول عن الحمايه لكنها مش بتسيبه لوحده وبتشجعه. ولما روكي بيقرب من جابي بيبدا يهرب وبيفكر هو هيعمل ايه في المشكله دي، وبيوصل لحل ان هو يستخدم النينجيتسو لكن مفيش اي حاجه بتاثر فيه. وفجاه روكي بيلاقي ايده بتنزل دم، وبنعرف ان ساجي هي اللي عملت كده، وبتشرح لجابي ازاي يقدروا يقطعوا رقبه روكي، وبتقول له ان هو لازم يكون موطي علشان تضربه بين العظم وبكده رقبته هتتقطع ويموت، وبما انه طويل مش هيقدروا يوصلوا لرقبته. فجابي بيقول لها تحاول تقطع مفصل ركبته ولو عملت كده هيوطي غصب عنه. وفعلا جابي بيشغله وبتيجي ساجي عشان تقطع رجله لكن السيف ما بيأثرش فيه. وفجاه روكي بيعيط بصوت عالي وبيضرب جابي وبيلزقه في الارض، والضربه دي بتأثر على جابي جدا ومبيبقاش عارف يتحرك. وقبل ما روكي يقتله ساجي بتتدخل وبتحميه، وكمان بتفكر في اللي روكي عمله في ايزن وجنجي وبتجمع قوتها وبتستخدم السيف بكل مهاره وبتصد ضرباته. ساعتها جابي بيقوم عشان يساعدها وبيقول لها الخطه بتاعته، وبيبدا يستخدم نينجيتسو النار وبيهاجم روكي اللي بيبعد كل الهجمات عنه. لكن جابي بيكمل لحد ما بيتعب، وبنعرف ان هدفهم هو حرق الغابه، والدخان اللي هيطلع من الحريق هيكون سام ويخنق روكي. فعلا الخطه بتاعتهم بتنجح وروكي بيقع على الارض. ساعتها ساجي بيتقرب منه وقبل ما يهاجمها جابي بيمنعه وبيثبته في الارض، فبتستغل ساجي الفرصه وبتقطع رقبته. وجابي بيقول لها ان النار اللي ولعت في الغابه دي هتلم عليهم الوحوش، وفعلا الوحوش بتبدا تتجمع. ساعتها بيقرروا يهربوا من المكان لحد ما بيوصلوا لسانتا ويوزي اللي سبقوهم من بدري، وكلهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا قريه متدمره قدامهم. وبنروح لأذا واخوه هما بيقتلوا في وحوش اكتر، وكمان أذا بيشرب دمهم. وتوما بيبدا يتكلم معاه وبيقول له ان اكيد اكتر من ناسك عايشين في الجزيره دي، وبنعرف انهم عباره عن ناس عواجيز شربوا من اكسير الخلود. وفجاه أذا واخوه بيسمعوا صوت غريب قريب منهم. حابب اعرفك يا صديقي ان الصوت ده هيكون مسؤول عن تغيير حياتهم 360 درجه. تفتكر ايه هو الصوت اللي سمعوه؟ هل هيكون ليه علاقه باكسير الخلود ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء الجاي. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه علشان تشوف باقي الملخص وتشوف ملخصات تانية كتير. وبس كده.